حمودي حبيبي كابتن حبيبي ابن العمارة، الله يسلمك. يقول لك الجبل مثل الزريع. لا حبيبي، احنا نحبك. اللي يحكي والما يحكي ما اهتم. وبعدين انت مو واحد واثنين يحبوك. فدوى القلب. شعب العراق من شمال الجنوب. فدوى قلبك يا طيب حبيبي. النجوميه يراد لها شخص نجم مثلك. فدوى قلبك. والجمال مو جمال القلب. مبروك الفوز. الله يحفظك. يحمد الله والديك. ان شاء الله التوفيق للجميع. شو تحب تقول للجمهور؟ والله الله يوفق الجميع ان شاء الله، وان شاء الله فرحه دوم على الشعب العراقي. تستاهل. الله يسلمك حبيبي حمودي. داعتي من لازم كان يشوت الجزاء. ايوه انت شوت. انا مو ما اقدم ال 21 سنه نختلف عنهم. زين شنو الجزاء؟ لا والله مو جزاء عمي، حتى اول الحكم اعتذر قال عمي والله ظلمتك مو جزاء. تصريحه الحكم اعتذر. اي والله قال لي سامح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اكيد مثل ما تعرف اليوم مباراه يعني كانت مباراه جيده للمنتخب العراقي بعد توقف طويل اكيد للمنتخب العراقي، يعني صار فتره طويله انه ما تجمعنا. اكيد يعني هذا يعطي ثقه للاعبين وثقه للمدرب انه يعني كانت مباراه. طبعا فريق الاوزبك فريق جيد والحمد لله والشكر قدرنا انه نتغلب على المنتخب الاوزبكي، وان شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق للمنتخب. المستوى يمكن كان تصاعدي، ممكن نوعا ما افضل المباراه الاولى. الشوط الاول ما كنا بالمستوى المطلوب، الشوط الثاني شفت اللاعبين قدروا يرجعون للمباراه. تبارك اللاعبين على المجهود، الكل استفاد من هذه المباراه، اللاعبين والكادر التدريبي. ان شاء الله هو الاهم التجمع والمستوى، اللاعبين يكونون قريبين في مباريات دوليه. ان شاء الله انه نوعد جمهورنا في هي تصفيات الاهم، مباراتنا الاقرب مباراه امام هونغ كونغ. ومبروك للاعبين على هذا الفوز، انه تكون معنويه والثقه بالنفس تكون اكثر.